السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في فضاء أم رائد. طليت عليكم باه نكملوا سلسلة الوصفات والتحضيرات للشهر الكريم. ربي يدخل علينا إن شاء الله بالخير ويقدرنا على قيام وصيامه على أكمل وجه. اليوم حبيت نشارك معكم الفصل الثاني من غوصات درناها من قبل، هي لي فون دو تارت حلوين، احنا درنا مالحين. هنخليكم في صندوق الوصف الوصفة. العجينة نفسها بعد التغيير برك رايحين نديروه فيها. تصلح ليهم في زوج، قلنا على بيض الحليب تقدري تخبيها اكثر على شرف كونجيلاتور، تبقى هشه، ما تروح ما تجي ما تفسدش، وكي جبتيها من الكونجيلاتور وتفوت تذوب الريحه تاعها تقول طيبتيها درك. طولش عليكم، رحتوا لا غوسات. شوفوا انايا نصارحكم لهنا اني كنت حنخدم من المالحين والحلوين مع بعضهم ونقسم. استعملت خمس عفوا 250 غرام تاع زبده او مارغرين، لهنا خدمت بلا بال نورمال. شفت عليها ملعقه صغيره تاع سكر، نصف ملعقه صغيره تاع ملح، نصف ملعقه كبيره تاع خل ابيض او احمر كيما حبيتي، نص كاس يهز 240 مليلتر زيت، نص كاس يهز 240 مليلتر ماء عادي من الحنفيه. خلطت الكل في الكل مع بعضاه. بعد قسمتها على 2، المالحه نكمل بها الغازه تاعي، والحلوه وجدت لها نصف ملعقه كبيره تاع فاني. انا شيت على الميزان صراحه لانه ريحتها تجي هايله خير على تاع لي ساشي. وزدت لها 2 ملاعق كبار تاع سكر رطب ولا سكر ناعم، وكملت الخلط. وبعدها نحكموا اكيد نضيفوا لها الفرينه حتى نتحصلوا على عجينه تكون متماسكه. الفرينه لازم تكون مغربله. شوفوا الغوصه تاعنا هذه اسهل ما يكون، توقفي في 5 دقائق تي وجدتيها وحطيتيها ليها. ونظن ما كانش اسهل من هكا، خير من تروحي تكومونديها وتتعبي لها من بعدها، سورتو اللي تحب توجد قبل المرأة العاملة الى غير ذلك. ان شاء الله حتخرج عليكم. قلت لكم العام اللي فات انا درت معاكم المالح وانا شخصيا استفدت منه، ما نكذبش عليكم، نجربوها كامل احكموا واشكروا فيها. اليوم حبيت نكمل الجزء الحلو معاكم ونخدم الملح وميمطون نوجدوا ليا رمضان ان شاء الله. زدت قلت لكم الفرينه، تحصلت على عجينه متماسكه. شعلت الفور تاعي يسخن على 175 درجه مئويه وجيت نشكلها. العجينه ماشي شرط لازم ترتاح لكو كامل، لا لا، تخلصي الخدمه تبداي تخدمي بها طول. تبقى التشكيل في يدك نتيا على حساب واش حبيتي تكوني. المهم هذه دركا الكونتيتي اللي دارتها لي 125 غرام، انا قلت لكم قسمتها على زوج. اني قاعده نخدم معكم الحلوه والمالحه قاعده تسنى فيا ليها. دوك نخلي لكم بك فوتو. شوفوا لي فون دو تارت هادو اللي جايين مدورين ام كبار، كي تحبوا تحسبوا الكونتيتي ام اي كبار. لو كان تكونوا عندكم بار اكزومبل حيت صغار يجيبوا لكم اكثر. ما تنساوش تنقبوها بالفرشيطه صحيه ما فيهاش الخميره. ديروا فيها ثقوب بصح راهي تتنفخ. طيبتها حمرتها من تحت ومن فوق، نحتاج نحمرها من فوق لانه ما عادش نحطها في الفور كيما تاع لي سالي ولا المالح. خليتها تبرد مليح ديموليتها وراح حطها في البوغط مونجي تاعي. اللي يحب ما يحمرهاش يخليها لونها اصفر برك يطيبها برك من تحتها وخلاص. من بعد خليوها تبرد ديموليوها وخبيوها. ما تنساوش تحطوها في بوغط مونجي يكون محكم اغلاق. اذا الكونجيلاتور تاعك مخبيه فيه حوايج فيه روائح، ما تنسيش تحطي بابي فيلم على البوغط مونجي قبل ما تغلقيه بالغطاء تاعو. نتمنى ان شاء الله تجربوها، تستفادوا من الوصفه، تشاركوها مع اصدقائكم ولا مع صحاباتكم اللي سورتو اللي تحب توجد المراه العامله بدرجه اولى. نقول لكم الى اللقاء في وصفه ان شاء الله جديده، وحنخلي لكم الجزء المالح في صندوق الوصف. هيا في امان الله والى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.